في صراع مع أمجد. يلا يا أبو عطوة، أمجد عطوان، أمجد خطوة بخطوة نحو اللقب يسير بكم أبو عطوة. جول! هذا العراقي واحدهم يعادل سلم. هذا العراقي سجل، العراقي أمجد وضع العراق في المقدمة. يومك يا بن عطوان، سجل أمجد ابن الكوت، وضع العراق مجددا في المقدمة نحو الذهاب إلى منصة التتويج. هوس يا أمجد، سجل ابن عطوان، سجل، وضع الأسود في المقدمة مجددا من أجل نهاية سعيدة في آخر الوقت. 2-1 للمنتخب الوطني العراقي. شجعوا، آزروا، ارفعوا راية بلادكم، ارفعوا راية الله أكبر نحو الفوز باللقب التاريخي. أمجد عطوان سجل من علامة الجزاء بثقة الكبر. الله أمجد بن عطوان يسجل، يونس بن محمود يحمس. أمجد بن عطوان يسجل، يونس بن محمود يحمس. الأسود تعود للمقدمة. 2-1 للمنتخب العراقي. خوخيا حصل على ركلة جزاء في توقيت مثالي، اختراق رأسية سورستم، بعد ذلك المسلمي عرقل حسن عبد الكريم. راية كوفاكس كانت حاضرة مباشرة. 3 ركلات ترجيح ما انتهت يا ايمن. يحمس الجمهور ابو طبر، يحمس الجمهور على امل الصافرة في الدقيقة 118 غير الوقت بدل الضايع. ما ندري، ما نبي نتفائل نفس الشوط الاول، يعني ما ابي اعد دقائق نفس الشوط الثاني. فعلا ما راح اعد الدقائق، بسكت وبتابع، بعلق بدون ما عد ما راح نعد لين ما يصفر الحكم. وصلت الكرة إلى جلال حسن. أمجد تألق من خلال هذه البطولة، صنع الإبداع في عديد المراكز. شوف خلف أمجد، شوف فرحة حسن عبد الكريم النجم القاتم بقوة مع الأسرة العراقية الكبيرة. كابتن يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، فرحة الجهاز الفني والإداري بالنسبة للمنتخب الوطني العراقي على أمل تحقيق اللقب. أمجد رجل كل المهام في أرضية الميدان، يلعب في وسط الملعب خلف المهاجمين، ظهير يسار، واحد من نجوم البطولة، رجل كل المهام الذي يعتمد عليه السيد كازاس. هجوم للمنتخب العماني، اليحمتي، السلاطين لا يستسلمون، العكسية، الله، وقد قلنا ذلك، السلاطين ما يستسلمون، وكأن لسان حال العماني يقول اضرب بيدك العود، خل الزمان يعود، ريت الرجا ما خاب، والعب يا العماني. شوف الإعادة بالراس المالكي، عمر المالكي خالي من الرقابة، وضع الكرة جلال حسن في اللقطة الماضية وكأنه تفاجأ بها. مباراة كل نهائي دراماتيكي مثير جدا. السلاطين فيه لا يستسلمون. عمر المالكي أعاد العمانيين من جديد. منتخب رائع، منتخب سيد برانكو، اخترق جميل اليحمدي. إذا كان هناك أمجد عطوان يمتدح، فجميل اليحمدي في الزاوية الأخرى نعم يمتدح بالنسبة للمنتخب العماني. هنا تأتي ثقافة القدرة على الحفاظ على النتيجة، درس يتعلم فريق كازاس. المباراة ما تنتهي إلا مع الصافر، ما في داعي تبعد الكرات عشوائي ولسه في 4-5 دقائق من زمن اللعب. عمر المالكي يسجل، ينال بطاقة صفراء، لكنها مباراة رائعة. ودك لو الكاس الفضية أم الشماغ يعني تقسمها نصين، نص تحطها في عمان ونص تبكي في العراق. طاقة صفراء لعمر المالكي، خلع الفريلة،
يجمع البلدين قواسم مشتركة على البحر، يجمع البلدين، يجمع هذا المكان البصرة بالعمانيين الفراهيدي، ويجمعهم الليلة التعادلات التي كانت في المباراة الأخيرة، ومباراة مثيرة هنا في شرع النخلة. نهاية الوقت الأصلي من زمن المباراة، يبدو بأن موعدنا مع ركلات الترجيح قد يمكن، إلا إذا 4 دقائق وقت ضايع يرفعها السيد سلمان فلاحي من شارة كوفاكس. هدف يأتي في هذا الوقت، نطير بالكاس، الكاس اللي حبس الأنفاس، حطنا تحت الضغط. اي والله مباراة مثيرة، ركلة حرة المنتخب العراقي. كني اشوف رجل علي فايز يتركها علي فايز. ما شفت رجل علي فايز، راحت امجد عطوان. ابو عطوة مرة ثانية، يسويها امجد، يلعب الكرة عكسية داخل المنطقة بالراس. الله! جول! يا وطن ايش كثر غالي، وفدوى ترابك جعالي، ايش ما حصل تلقاني باقي. الكاس هالمرة عراقي، اي والله الكاس هالمرة عراقي. راس مناف جابت الكاس، راس مناف جابت الكاس، اسعدت كل الناس هنا في جذع النخلة. ابو عطوة في التمرير، اوفسايد، في هناك شك بوجود تسلل، لكن خلنا نشوف. مناف تحرك مع الكرة، خلنا نشوف وننتظر. مو متسلل مناف، مو متسلل ابدا. مناف ما كان متسلل، لا. عطنا يا كوفاكس، احسمها يا كوفاكس، مع برنار، مع جيد، مع الشهري. احسبها يا كوفاكس. نعم، واحدة من أكثر نهائيات الحماسية اللي فيها أكشن في تاريخ دورات الخليج. يعني لك أن تتخيل في تقريبا كم 6 دقائق في 3 أهداف. ننطر قرار كوفاكس. تكفى أقول جول. مناف ما كان متسلل. توترنا، تعبنا، جيم متعب.